الوصفة اللي قدامكم دي اسمها السينامون رول، وانا في فيديو النهارده هجربها بطريقة اقتصادية وكمان سهلة جدا، وطبعا زي ما انتم شايفين كده شكلها في منتهى الجمال، علشان كده كنت متحمس ان اجرب الطريقة دي واشوف هتنجح معايا ولا لا. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول خطوة هنقول بسم الله، وهنحتاج كوباية وربع حليب دافي، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة خميرة، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هنسيبه على جنب لمدة حوالي 10 دقايق. وهنحتاج 4 كوبايات ونص من الدقيق. وبعد مرور 10 دقايق على الحليب والخميره هنبدا نضيفهم 5 معالق كبار زبده او سمنه سايحه، نص كوبايه سكر بودره، معلقتين كبار سكر عادي، معلقه صغيره ملح، واخر مكون فانيليا حسب الرغبه. ودلوقتي هنقول بسم الله ونبدا نعجن، وممكن نستخدم العجان. وبعد ما تتلم معانا العجينه ناعمه وطريه وما بتلزقش بالشكل ده، دلوقتي هنغطيها ونسيبها تتخمر لمده 60 دقيقه. وعقبال ما تخمر العجينه هنبدا دلوقتي نجهز الحشو. هنحتاج كوبايه سكر بني، ولو مش متوفر ممكن تستخدم سكر عادي، معلقه كبيره ونص قرفه، معلقه كبيره كاكاو خام وده حسب الرغبه، معلقه كبيره ونص نشا، وهنقلب كويس. وبعد التقليب كده الحشو اصبح جاهز. وبعد مرور 60 دقيقه على تخمير العجينه هنضيف رشه دقيق، وهنبدا ننزل العجينه وهنفردها على شكل مربع بحجم 45 في 45. وبعد ما نفرد العجينه على شكل مربع بالسمك ده هنحتاج زبده، واهم حاجه تكون بدرجه حراره الغرفه، وهنبدا ندهنها بالشكل ده. وبعد ما دهنا كل العجينه بالزبده هنبدا نرش عليها الحشو اللي احنا مجهزينه. وبعد ما فردنا الحشو هنبدا نضغط عليه ضغطه صغيره عشان يلزق في العجينه. وبعد ما ضغطنا على الحشو هنقول بسم الله ونبدا نلفها على شكل رول بالطريقه دي، وبالراحه خالص هنبدا نلف، واهم حاجه نلفها على بعضيها عشان ما تعملش فراغات من الهواء. وبعد ما لفيناها على شكل رول هنبدا نقطعها باحجام متساويه باستخدام الخيط. وبعد ما علمنا كل قطعه 4 سم هنبدا نقطعها. وبصوا كده بسم الله ما شاء الله شكلها حلو ازاي. وبعد ما قطعناهم بالجمال ده هنبدا نجهز الصينيه. وبالنسبه للصينيه هندهنها كويس زبده او زيت، وهنبدا نرص السينامون ونسيب مسافات ما بينهم عشان لسه هتخمر. وبعد ما نرصها في الصينيه دلوقتي هنغطيها ونسيبها تتخمر لمده حوالي 60 دقيقه. وعقبال ما السينامون يستوي هنبدا نحضر الجليز. هنحتاج كوبايه سكر بودره، وهنضيف عليهم 4 مكعبات جبنه كريمي اللي هم حوالي 60 جرام، ربع كوبايه زبده واهم حاجه تكون بدرجه حراره الغرفه، معلقه كبيره حليب. وهنقول بسم الله ونضربه بالمضرب الكهربائي، وممكن نستخدم الخلاط. واثناء الضرب هنضيف معلقه صغيره فانيليا. وبعد ما نضربه كويس بقوام كريمي بالشكل ده كده الجليز اصبح جاهز. ورجعنا لكم بعد مرور حوالي 60 دقيقه على تخمير السينامون، وبصوا بسم الله ما شاء الله كبر ازاي وبقى شكله في منتهى الجمال. ودلوقتي هندخله في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 170. الفرن يكون شغال من فوق ومن تحت. هنسيبه حوالي من 20 ل 25 دقيقه ونرجع لكم تاني. وبعد مرور حوالي 20 دقيقه وياخد معانا لون ذهبي بالشكل ده هنبدا دلوقتي نضيف عليه الجليز. وبصوا كده بسم الله ما شاء الله، بمجرد ما نحط الجليز وهو السينامون سخن بيبدا يسيح بالشكل ده، وشكله في منتهى الجمال، وكمان ريحته حلوه قوي والمنظر يفتح النفس. وكده بقى كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل. وطالعه معانا طريه زي قطعه القطن. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي.
بسم الله. انا عايز اقول لكم بجد مهما حاولت اتكلم واوصف عن جمال وطعم السينامون اللي احنا عاملينه هكون مقصر في حقه. بمجرد ما تمسك قطعه السينامون اولا هتلاحظ ان هي عامله زي قطعه القطن، وبمجرد ما بتاكلها بتدوب في البق. ويا سلام بقى على ريحته المنتشره ولا طعم كمان الجليز. من الاخر الوصفه كامله متكامله في منتهى الجمال، وكمان طعمه احسن من اللي بنشتريه من مطعم سينابون بمراحل. يعني من الاخر جربوا الوصفه دي واكيد ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.